السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حمدي، والنهاردة إن شاء الله بإذن الله مكملين كورس الانجينيرينج دروينج أو الرسم الهندسي لطلبة كلية هندسة الفرقة الإعدادي. النهاردة إن شاء الله بإذن الله مكملين أول اكسرسايز أو أول تمرين لل applied geometric drawings أو اللي هي الكيرفات والمنحنيات والحاجات اللي احنا يعني شرحناها في المحاضرة اللي قبل دي على طول. في الفيديو ده ان شاء الله باذن الله همشي معاكم ستيب باي ستيب. هعمل معاكم كل حاجه. هنرسم الجاسكت اللي معانا ده. جاسكت يعني ايه جاسكت؟ برضه قبل ما نبدا، جاسكت ده يعني حاجه زي جوان او حاجه زي بتبقى قطعه من يعني رابر او جلد، تتحط تحت حاجه معينه عشان ما تسربش زي بين حاجتين مثلا، عشان ما تسربش زيت. يعني او whatever، بتعمل سيلينج فانكشنز، بتعمل اللي هي زي حاجات عزل او حاجات اللي هي تبقى تثبت حاجه بحاجه، بحيث ان هي يعني ليها فانكشنز كتيره جدا، مش قصتنا دلوقتي. طيب، الجاسكت اللي معانا ده يعني انا حاسس ان الدايمنشنز ممكن ما تكونش واضحه، فانا هحاول اتقل عليها تاني. دي هنا مكتوب فاي 16، ماشي. هنا دي ار 15، ماشي. هنا دي ار 75 ودي 20، يعني ممكن اكتبهم بخط اكبر شويه. ودي ار 100، وهنا المسافة دي 100، ودي 40، وهنا دي مكتوب R8، وهنا في R90، وهنا R35، وهنا R18. تمام. يعني كده الدايمنشنز I think ان هي واضحة شوية. طبعا احنا كلنا عارفين الفرق بين الفاي يعني diameter. تمام. كده واضحة في الفيديو اهي. diameter والR يعني radius. يعني تمام. طيب، واحدة واحدة كده هنبدأ نرسم واحدة واحدة كده معانا، خطوة خطوة. طبعا لو معاك ارسطو هيسهل عليك كتير، لو معاك الشبلونة بتاع الدوائر هتسهل علينا كتير. فهنبدأ نشوف واحدة واحدة هنعمل ايه. طيب، اولا هنبدأ هنحدد نقطة نبدأ منها، ولتكن مثلا يعني نشيل الكلام ده كده كله على جنب مش هنحتاجه. ولتكن مثلا النقطة دي. تمام. هنبدأ نعمل سنتر لاينز. زي ما احنا شايفين كده عملنا سنتر لاين. اول دايره معانا هنا المفروض الراديوس بتاعها اللي بره 15 واللي جوه 16. طيب، هنبدا نقيس على المسطره بتاعتنا 15 مللي، يعني سنتي ونص. تمام. قست ال 15 هحط عند السنتر مارك اللي انا عاملها دي، وهبدا اعمل حاجه زي سيمي سيركل بالمنظر ده. تمام. جوه السيركل دي في سيركل تانية الفاي بتاعتها 16، فهقيس 8. تمام. طيب، اللي جوه انا تقلت عليها عشان مش هنعمل فيها فينش. اللي بره انا خليتها خفيفه سنه عشان لسه في حاجات هتبقى تانجنت معاها. طيب، بعد كده المفروض لو جينا بصينا على الشيت هنا، المسافه من السنتر ده للسنتر ده في 100 مللي. فانا هبدا اقيس 10 سنتي من السنتر ده للسنتر التاني عند الكروس مارك اللي احنا عملناه. هنعمل خط عمودي. طيب، دلوقتي احنا عايزين نعمل عمودي. تمام. طبعا انت لو معاك ارسطو الدنيا تبقى اسهل بكتير جدا. بعد كده هنبدأ نقيس المسافة. عندنا الار اللي بره 35 واللي جوه ار 18. طبعا لازم نقيس بالظبط عشان لما نيجي نعمل العمليات اللي بعد كده. طيب، هنا احنا مش هنكمل الدايرة كلها، هنعمل زي سيمي سيركل وخفيفة كده. طبعا دي نص دايرة مش سيمي سيركل، فدي هنحاول نتقلها. تمام.
طيب بعد كده عندي فيه دايرة على مسافة 40 ملي، او نص دايرة على مسافة 40 ملي، فانا هقيس 4 سنتي. هقيس الاول 8، هقيس 4 ملي، طبعا ده صغيرة جدا المسافة دي. تمام، 4 ملي ده حاجة صغيرة. طبعا لو معاك الاسطمبة بتاعة الدواير الموضوع هيبقى اسهل. هي R8، معلش R8 هيبقى، هنقيس 8 ملي برضو. طبعا لو معاك الاسطمبة بتاع الدواير الوضع هيبقى احسن والذ بكتير. طيب بعد كده المفروض ان انا عندي فيه نقطة هنا ونقطة هنا، وعندي فيه دايرة. الدايرة دي انا عارف ال الراديوس بتاعها، او مش عارف، عارف السنتر بوينت بتاعها، فهبدأ اعمل تانجنت. طبعا كلنا عارفين الستبس بتاع ازاي ان احنا نعمل تانجنت من اكسترنال بوينت للدايرة. تمام، فاحنا الوركينج لاينز بتاعتنا هتبقى حاجة شعرة جدا جدا جدا. هنوصل من الاكسترنال بوينت دي للدايرة زي ما احنا شايفين كده، حاجة مش هتتشاف. مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، بس هي حاجة خفيفة جدا. تمام، بعد كده هنعمل بايسكشن زي ما عرفنا قبل كده. هنقف هنا نفتح فتحة راندم اكبر من النص. تمام، نعمل علامة بسيطة جدا، نقطة كده، والنقطة دي شعرة، والنقطة اللي تحت شعرة بالمنظر ده. وبنفس الفتحة اللي احنا مش عارفين هي كام هنقف عند النقطة التانية. طبعا هنا النقطة دي بعيدة، فنضطر ان احنا نرجع نعملها تاني. تمام، دي النقط. طبعا هنوصل بين الاتنين. طبعا مش لازم نوصل قوي، احنا بس عايزين نحدد فين السنتر بوينت، او فين النقطة اللي هي هتقسم الخط ده نصين اهو. وبعدين هنقف عند النقطة دي، نفتح لغاية السنتر ونعمل نوتش فوق. زي ما احنا شايفين. وبعدين تروح موصل من النقطة دي تانجنت للنقطة دي. جات معانا مماس مظبوط. طبعا الحتة الزيادة من الارك دي المفروض حضرتك هتشيلها بايه؟ بالريسنج شيل. طبعا انا مش معايا الريسنج شيل دلوقتي. تمام، فهنضطر ان احنا نشيلها بالريسنج شيل. هنعمل نفس الكلام الجنب التاني. تروح موصل من هنا لهنا. طبعا كل ده الناس بتجيبها بالحب، وكل ده بيتهرش. ماشي، فيعني متحاولش تضحك علينا وتفبرك. بيرفكت بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا الحته دي لازم كلها تتشال بالريتنج شيت. الوركينج لاين زي ما قلنا مش بنشيلها. تمام، طيب نيجي للحته اللي جوه فيها هيكسجن او هاف هيكسجن. الهيكسجن هنا هو المفروض ده هيبقى تانجنت للسايدز بتاعه السيركل. فاحنا ممكن بكل بساطه ان احنا نقيس نص القطر اللي احنا عارفينه اللي هو كان 18 ده اهو كده، وتقف عند كل كورنر هنا وتقطع في الدايره. دي طريقه من كذا طريقه اللي احنا قلنا عليها ازاي نبدأ نعمل الهكسجن. بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طيب نرجع تاني بقى للفريم بتاعنا او الشاسيه بتاعنا الكبير. احنا عندنا هنا في انر تانجنت. تمام، الانر تانجنت ده الراديوس بتاعه 100 زي ما احنا شايفين. نحاول نقرب الكاميرا كده. تمام، شايفين ال100 ده اللي هو القوس الداخلي لل انا رميت ده لبعيد. للتانجنت ارك او للفيلت بتوين التو سيركلز دول اللي هي دي ودي. تمام، طيب دي هنعملها ازاي؟ زي ما قلنا ان احنا بنجمع الراديوس على بعض. هنجمع ال35 زائد ال100 هيدينا 135. صح، احنا عايزين نعمله مع التانجنت الراديوس اللي بره. الراديوس اللي بره ده 35 زائد 100 يبقى 135.
يا رب بس البرجل بتاعنا ده يفتح 135 اللي هي 13 سنتي ونص. تمام، هنفتح 13 سنتي ونص ونعمل ارك هنا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. يعني هو الارك نازل تحت شويه، انا كبرت الارك شويه عشان نشوف الدنيا. طبعا الراديوس التاني ده 15، ف 15 و100 هيبقى 115. 115 يعني 11 سنتي ونص. هقف عند السنتر التاني وهعمل النوتش هنا. جميل. طبعا كل ده ملوش اي لازمة معايا. طيب بعد كده هروح قايس 100. معلم، البرجل فتح مني، قريت على نفسي. هي جت معايا في المرة الأولى، بس في الرجعة فتح البرجل. طبعا ده برجل هو بتاعه زي الزفت والاستيكة زي الزفت، ف نفتح 100 تاني. البرجل بيفتح مني. معلم ايش، ونروح ماسحين الحتة الزيادة دي. طبعا بيبقى فيه طول حاجة اسمها الفرنش كيرف، اللي هي المفروض بتبدأ تعمل بيها الوصلات دي، بس طبعا يعني احنا مش بنحب نستخدمها دي، هنظبطها احنا. تمام. طيب نيجي للحتة اللي فوق. الحتة اللي فوق يعني هي رخمة شوية. ليه؟ لان انا عندي هنا في حاجة اسمها راديوس 75 وفي راديوس 90. الراديوس 90 ده هيبقى تانجنت، انر تانجنت بين الدايرة اللي هي 35 والارك اللي هو هيبقى 75 ده. طب احنا الاول تعالوا نعمل الارك 75 ده، هنعمله ازاي؟ اولا ده هيبقى اكسترنال تانجنت للسيركل 15، صح؟ فالمفروض ان احنا هنطرح 75 ناقص 15 هيدينا كام؟ المفروض هيدينا كده 60. هنقيس 60 6 سنتي. قسنا 6 سنتي. طيب احنا المفروض هنقف هنا عند السنتر ده. تمام. وهبدأ اعمل نوتش هنا، بس النوتش دي المفروض ان انا هعملها فين بقى؟ يعني انا دلوقتي عايز اعرف المكان التاني اللي هعمل منه السنتر بوينت بتاع الارك اللي فوق. لو جينا بصينا هنا هيقول لك في حاجه اسمها 20، في مسافه 20. ده معناه المفروض ان انا هاخد موازي للخط ده 20. تمام. وكده ده موازي. طبعا انت المفروض شغال بالتولز. طيب كده المفروض النقطة اللي انا عملتها دي على بعد 20 من اللاين ده، وفي نفس الوقت الارك اللي انا عملته ده اللي هو 75 ناقص ال 15 اللي عندي دي. تمام. طيب انا كده جبت السنتر بوينت بتاع الارك ال 75 اللي فوق. تمام. هفتح كده 75، هقف عند النقطة دي. تمام. طيب ده كده الارك ال 75. ممكن نطوله سنة كمان بسيطة كده. طيب بعد كده المفروض ان انا عندي في انر تانجنت 90 بين الزاوية بين الدايرة
اللي هي دي، والارك اللي هو الراديوس بتاعه 75. تمام. فالانر تانجنت ده هعمله ازاي؟ هروح لافف الشيت كده، انا عايز اجيب الارك اللي هو ال90 من هنا. اللي انا عملته هنا هعمله هنا. هروح جامع ال90 زائد 35 هيدينا كام؟ 125، يعني 12.5 سنتي. طبعا الدايمنشنز الكبيرة دي مع البرجل التيكي ميكي ده، البرجل اساسا يعني ده اول استخدام شكله واخر استخدام ليه، بس هو كان رخيص. ده كده ال12.5. نقف عند السنتر ده ونعمل الارك بتاعنا. طيب نفس الكلام هنقف عند سنتر الدايرة التانية اللي هو كان هنا، وهنجمع 75 زائد ال90. وهنا عندنا في مشكلة، ان 95 زائد 90 زائد 75 هيدينا كام؟ هيدينا 165، يعني 16.5، والمسطرة دي 15. فثواني اروح اجيب مسطرة كبيرة وارجع. مش عارف انا البرجل هيفتح اساسا المسافة دي ولا لا، بس خلينا نشوف. طيب انا رحت وجيت، للاسف ما لقيتش الا المسطرة التعبانة دي 20 سنتي. تمام. فنحاول نقيس عليها 16.5. طبعا ده مش بيبقى محبس خالص الموضوع اللي احنا بنعمله ده. ليه؟ لان السكيل بتاع المساطر دي بيبقى متغير. يعني انت لما تشتغل بمقياس او بقياس واحد المفروض كله يبقى زي بعض. طيب المشكلة الاكبر بقى التانية ان البرجل مش هيفتح الفتحة الكبيرة. يعني انا اخر البرجل بتاعي 14.5، يعني اهو لما نيجي نحطه هنا لغاية هنا اخره 14.5. فدي مشكلة تانية، ان احنا مش هنعرف نجيب المسافة اللي من هنا لهنا. طيب عشان يعني ممكن نحاول نتحايل على القانون شوية، يعني نخلي الفلت ده يبقى قابب لبره شوية كده. هنأسيوم مثلا ان الفلت ده خلينا نقول لو نجمع ده وده 60 مثلا بدل 90، ونجرب اور 60 مثلا. عشان البرجل اللي عندنا ده طبعا لازم هنقيس التاني من الاول بقى كده. هيبقى 60 و35. طيب احنا لو جمعنا اساسا 75 و60 هيدينا لا ماشي، هيبقى اصغر برضو. طيب نجمع اول واحد بس اللي هي الايه، 60 و35 هيدينا 95 اللي هي 9 سنتي ونص. طيب بعد كده هنقف هنقيس ال75 زائد ال60 الجديدة دي. تمام. هتساوي 105 و30. هنروح واقفين عند السنتر ده ونروح عاملين النوتش دي الجميلة بتاعتنا. طيب هنا طبعا اكيد لازم هنفتح البرجل على 60 اللي هي الفاليو بتاع الراديوس الجديدة اللي احنا عملنا لها اسامبشن، عشان البرجل بتاعنا مش عايز يفتح. وبعدين هنقف عند البوينت دي ونرسم التانجنت بتاعنا بالمنظر ده. طبعا البرجل فتح وقفل معايا، دي مشكلة. نقيس تاني. طبعا ده مشكلة البراجل اللي مش حلوة. يعني هو البرجل فتح وقفل وانا شغال.
البرجل ده اول مرة يستخدم وبوظ. زي الفل. طب بس 75 طبعا كده احنا نقعد بقى ايه، احنا كده المفروض ان احنا خلصنا نظريا، بس عمليا المفروض ان احنا نبدأ نظبط بقى الرسمة بتاعتنا. نشيل الزيادات، الخطوات بنسيبها مش بنمسح الخطوات. تمام. طيب ال35 الأخيرة دي المفروض هنظبطها برضو. طبعا عشان برجل زي الزفت فالدنيا معايا بتبقى زي الزفت. وبيجي يعمل امباليه فوق كده معرفش ليه يعني. طيب هنمسح الزيادات بقى وننضف رسمتنا ونتقل، نخلي البوردرز بس هي اللي باينة بتاع الرسمة. طبعا انا مش معايا ريسنج شيلد دلوقتي للأسف. البرجل ده يخليني اخرج عن شعوري. يعني أنا مش عارف الدايرة دي كام، مفيش دواير هنا، ما عنديش انا الاسطمبة بتاع الدواير. والبرجل ده اضطر ان انا اجيب واحد تاني وانا عندي، بس انا محتاج ان انا ادور عليه. طيب احنا كده خلصنا الرسمة. الحتة دي غيرنا الاسامبشن بتاعها من R90 ل R60. رسمة زي اللي انا رسمتها دي انا لو اصححها هديها 7/10، مش هديها 10/10 مع ان انا اللي لازمها. ماشي. المهم اي هوب ان انتوا تكونوا استفدتوا حاجة جديدة، عرفنا الخطوات ازاي بغض النظر عن الحتة اللي احنا غيرناها هنا دي. الفبركة ممنوعة. التولز يعني حاول تجيب برجل السبان بتاعه او الاوبننج بتاعه كبير شوية، يعني الصغير ده اخره 13 ده مش يعني. وبعدين الصامولة دي شكلها عايز يتقرط عليها. عندي هنا طقم مفكات جنبي على طول وانا هبوظك. تمام. ف وعايز الطقم التاني الصغير. فيعني زي ما احنا شايفين كده رسمنا الجاسكت الجوان ده بالدايمنشنز بتاعته ما عدا الدايمنشن اللي احنا غيرناه ده. طبعا لو كنت رسمه بالدايمنشن مظبوط هتلاقي الحته دي جايه زي الحته دي بالظبط سموث زيها. تاني زي ما قلت لكم الرسمه دي كده انا لو انا هصححها هديها 8، هديها لا 7 يعني كنظافه يعني فيها مش نظيفه قوي، فهديها يعني 7/10 حلو قوي عليها يعني، مع ان انا اللي رسمها يعني. تمام. طيب هحاول ادور على برجل تاني نضيف وهنرسم رسومات تانية جميلة ونضيفة وحلوة. في عندنا جاسكتس تانية وليفرز وحاجات تانية، في كام رسمة تانية كده هنجيبهم. اي هوب ان انتوا تكونوا استفدتوا ويكون في فاليو اد. اظبط يا ابني الكاميرا للرسمة اللي احنا عملناها، وان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي. استنونا الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.